سكواد ده حلو وسابق سنه، سكواد ده حلو ما اقدرش انا اتكلم عنه. سكواد ده حلو، سكواد يا جماعه. نادي الاهلي يا جماعه سكواده معدي ال 40 مليون يورو قدام فريق المحله اللي مشى كل لعيبته اللي كانت هتهبط بالفرقه السنه اللي فاتت، وجاب لعيبه اقل يعني في الاثمان اللاعبين يعني. النهارده كابتن علاء معالي بيعمل جيم دفاعي على قد امكانيات لعيبته، والنادي الاهلي مش عارف يخترق، مش عارف يخلق فرص. كرة جت كرة في العارضة شوطة من بره. النهارده زيزو ضيع أكتر من 5 6 فرص محققة، منها انفرادات كان آخرها الشوطة اللي شاطها قد كده. كمان النهارده زيزو بيرفع 8 كورنر، عشان كنت بقول لكم يا جماعة إن الكورنرز ما ينفعش، مفيش حاجة اسمها كورنرز برفع كورنرز أعمل أسيست. النهارده ده رفع 8، مفيش ولا كورة خطيرة على المرمى من كل الكورنرز اللي رفعها زيزو. النهارده النادي الاهلي بيخسر نقطتين في سباق بطوله الدوري قبل مباراه مهمه، وهي مباراه بيراميدز، وهي مباراه القمه ما بين الاول والثاني لغايه دلوقتي، لغايه ما المحكمه تحكم يعني، ما بين الاول والثاني، ما بين بطل افريقيا وبطل الدوري الى حين صدور حكم نهائي من محكمه الكاس. النهارده النادي الاهلي بيفقد نقطتين مهمين، زي ما قلت لكم المره اللي فاتت، قلت لكم فاركو كان تنظيميا وحش جدا وكان ضعيف فنيا. النهارده فرقه المحله سكوادها عادي جدا، لعيبه مش معروفه نهائيا، لعيبه افارقه يعني بالاف الدولارات، وعملوا جيم دفاعي جيد امام النادي الاهلي. والنادي الاهلي بيخسر نقطتين. مره ثانيه السكواد ده حلو وسابق سنه؟ لا، مش سابق سنه خالص. النهارده النادي الاهلي اقوى سكواد بيتعادل مع اقل فريق ك ك كامكانيات ماليه، وكفريق هو وكهرباء الاسماعيليه. هارد لك للنادي الاهلي، ومبروك لجمهور غزل المحله، ومبروك مبروك للكابتن علاء عبد العال، نقطه من فم الاسد. الى اللقاء.